في ليله رمضانيه ومن قلب واحد عاش اجمل حياته في الاستاد، الاهلي بطلا لكاس مصر. بص، وانت عامل حسابك ان الحلقه بتاعت النهارده ديت فيها كلام كتير، فاللي هو يعني روق دماغك كده وانت بتتفرج في الحلقه ديت. هنتكلم في الحلقه عن ايجابيات وعن حاجات كانت كويسه في الماتش، واهمهم طبعا ان احنا فوزنا بالكاس في الاخر، وهنتكلم عن حبه حاجات لازم نتكلم عليها واحنا فايزين، علشان لما لا قدر الله يحصل حاجه ما يرجعش الناس تقول لك انتوا بتتكلموا بس لما الاهلي بيقع. لا، انت بتتكلم من وجهه نظرك اللي شايفها، اذا كنت فايز او اذا كنت خسران. اللي عايز اقوله في البدايه قبل ما اتكلم عن اي حاجه تخص المباراه، ان المكان بتاع بيراميدز دوت هو الطبيعي، وما كانش ينفع ان يوم ما ياخد بطوله تكون من الاهلي، وما كانش ينفع ان هي تكون بطوله زي بطوله كاس مصر. الكلام دوت كله ما كانش ينفع ان بكل اللي بيحصل دوت بالجمهور، بكل حاجه حاصله، ان الجمهور دوت يروح زعلان، او ان الماتش ما يروحش مع الاهلي والاهلي هو اللي يكسب في النهايه. بيراميدز دوت انا بالنسبه لي بيراميدز ده مش مشروع، ما ينفعش اطلق على كلمه بيراميدز ديت مشروع. المشروع دوت بيبقى حاجه بتتبني، حاجه ليها اساسيات، حاجه انت عارف انت هتعمل ايه، في بلان اللي هي خطه سيستم انت ماشي عليه. انا همشي، انا هعمل كذا، انا السنه دي انا في خطه هكون فيها في الحته ديت، هكمل في الحته ديت، انا عندي اللي هو خطه على المدى البعيد، انا في الوقت دوت انا هكون مثلا بطل الدوري، انا هكون كذا. بيراميدز بالنسبه لي عامل زي باريس سان جيرمان، عارف اللي هو باريس سان جيرمان بيراميدز اوروبا كده يعني. هو ده بالنسبه لي الموضوع، ان انت فرقه معاها فلوس بتجيب لعيبه، افضل لعيبه ممكن يكونوا من عندهم لعيبه مش موجوده في الاهلي والزمالك، في مراكز فيها لعيبه عاليه جدا، بس مفيش خطه، مفيش اللي هو حاجه انا ماشي عليها، مفيش. المفروض انت مشروع، فالمفروض انت بتبني من تحت، بتهتم بكل حاجه من تحت. ده مش موجود. وكان باين جدا في قبل المباراه البيانات والتصريحات والحاجات دي كلها. تم انشاء فريق بيراميدز علشان يرازي في الاهلي، بس هو مش عارف يعمل دوت. يعني هو حتى هو بيعمل كده، هو مش عارف يعمل ده، هو مش عارف ان هو يرازيك، هو مش عارف ان هو يطلع معاك في نفس السلمه اللي انت فيها. بيراميدز من ساعه ما تم انشاؤه هو لغايه دلوقتي هو صفر في اي حاجه. وصل فاينل كونفدراليه، وصل فاينل كاس مصر، بس فكره ان هو يفوز ببطوله ناقصها عوامل كتير، هي ديت الفكره بس. فكان لازما ان المباراه ديت تخرج بالنتيجه ديت. الاهلي انا ما عنديش مشكله طبعا، احنا فكره ان انت تخسر بالنسبه لك فكره صعبه، وتحديدا جمهور الاهلي ومعظم الجمهور اللي بيشجع كوره بجد مش هيبقى عايز يخسر. بس فكره ان احنا كنا نخسر الماتش دوت والبطوله ديت من بيراميدز، هي ديت اللي ما كانتش هتبقى لد قوي على الجمهور، مش هتبقى حابب. حتى لو بيراميدز الموسم دوت خد كونفدراليه، بس انت بعيد عنك، انت مش عايز تاخد حاجه منك. هي ديت الفكره والحاجه الاولى اللي كنت عايز اتكلم عليها. اول حاجه الماتش في العموم، هو مبدئيا الماتش كان متقفل من الفرقتين، يعني انت ما تقدرش تتكلم ان الماتش مثلا كان فيه هجمات، وطبعا كل الناس شافت دوت وعارفه دوت. الماتش كان متقفل، الفرقتين كانوا اللي هو ايه، محدش فيهم عايز ياخد الخطوه، بس الاهلي هو اللي كان بياخدها دايما. بيراميدز دايما كان هو رد الفعل، وهو دايما اللي عايز يتقدم في وقت بس الفاولات، وقت العرضيات، وقت الكره الطوليه. ساعتها بيراميدز كان بيخش، ساعتها بيراميدز كان بيدخل في الجيم. انما مثلا ايه اللي هو يخش يعمل مثلا مراوغات، ان هو يبقى في خطه متفقين عليها في حته معينه ان انت هتلعب في الحته ديت، كل دوت ما كانش حاصل بصوره واضحه. وفي نفس الوقت الاهلي كان قافل على الموضوع دوت ميه ونور. بالنسبه بقى تشكيله المباراه، فانا بالنسبه لي التشكيله كانت هي انسب حاجه ان احنا نلعب بيها المباراه، ان احنا نبدا بالتشكيله ديت، هي انسب لعيبه موجوده. وكنت عايز الثلاثي اللي هو بتاع نص الملعب دولت هم اللي يكونوا موجودين، وكنت عايز الثلاثي الهجومي هم اللي يكونوا موجودين. فما كانش في اي مشكله في التشكيله في بدايه المباراه. اللعيبه كانت كلها حافظه اماكنها كويس، واللعيبه كانت مقفله، واللعيبه كلها كانت بتحاول ان هي تخدم على بعض بحيث ان هم يوصلوا للمرمى بتاع بيراميدز. عايز اتكلم عن 3 لعيبه تحديدا، هتكلم فيهم عن حاجات كويسه جدا، وبعد كده بقى هنخش بعمق اكتر في حاجات ممكن الناس اللي هو ما تحبش مثلا تسمعها، بس انت لازم تسمعها في الوقت دوت، وفي ناس تانية فاهمه الحاجات ديت. اول حاجه هنتكلم عليها وهو حسين الشحات. حسين الشحات انا ياما اتكلمت عليه، وتحديدا من اول مباراه الاهلي والترجي بتاعه العوده هنا بتاعه 3-0 في البطوله اللي خدناها بتاعه افريقيا، واتكلمت قد ايه حسين الشحات كان فارق مع الاهلي، قد ايه حسين الشحات كان فايق، وحسين الشحات هو دوت النسخه اللي احنا عايزينها، وان اهم حاجه في حياه اي لاعب هي الاستمراريه. وفضلنا مكملين. المشكله عند حسين الشحات اللي هو في تذبذب المستوى بتاعه، فجاه كنت تلاقيه ظاهر وطالع وفارق معاك، وفجاه ثانيه كنت تلاقيه بعيد. حسين الشحات عارف انت اللاعب المزاجنجي، هي ديت كانت الفكره، ان في لعيبه كده بس مش مزاجنجي بفكره اللي هو ايه، اللي هو انا هلعب بس لما الظروف ديت هتتهيأ معايا. لا، هو الفكره مع حسين الشحات اللي هو ايه، ممكن بمزاج عالي قوي يخلص لك مباراه ما حدش عارف يخلصها، وممكن بمزاجه وحش ما يعرفش ان هو يتعامل مع المباراه. الفكره بقى مع حسين الشحات احنا كنا طالبين منه الاستمراريه بس. وحسين الشحات دلوقتي هي مش مساله ان انت تقول على الشحات ان هو افضل وينج في مصر، لا، هو الشحات دلوقتي افضل لاعب في مصر. ده ما اعتقدش ان فيها مناقشه اصلا، ما اعتقدش ان في حد مش مستوعب ان حسين الشحات المفروض ان هو افضل لاعب في مصر. حسين الشحات دلوقتي فورمه، كل ماتش عن الماتش اللي قبله بيطلع اكتر، بيزيد في الكفاءه بتاعته، الناحيه التهديفيه عنده بتعلى، الصناعه. حسين الشحات قبل كده اتكلمت عليه من فتره مش كبيره، من فتره صغيره، قلت ان حسين الشحات انا عايز اشوفه في مركز 10 ساعه لما كان في كلام كتير على قفشه، وان احنا قفشه ومش عارفين وصانع لعب ومش صانع لعب. قلت ان حسين الشحات وجوده في مركز 10، وان انت تلعب مثلا عبد القادر في مكانه وبيرستاو الناحيه الثانيه والمهاجم كهربا، ان حسين الشحات هيديك حلول كتيره،
وهو دوت اللي انت شفته في مباريات كتيره من حسين الشحات في الفتره الاخيره، وهو بيتحرك في كل انحاء الملعب. انا بالنسبه لي حسين الشحات الموسم دوت هو افضل نسخه بتتقدم مع الاهلي من ساعه ما جه من العين. مهما قدم حسين الشحات، بس الموسم دوت من حيث الصناعه، من حيث المساهمه التهديفيه، من حيث وجوده وخطورته في ارضيه الملعب، حسين الشحات هو اهم لاعب في الاهلي في المنطقه الهجوميه دلوقتي. حسين الشحات هو من اهم لعيبه الاهلي في الموسم كله دوت بالنسبه لحسين الشحات. تعال بقى اطلع لي على صفقه الموسم وهو مروان عطيه، والف شكر الف شكر الف شكر لاي حد كان سبب ان مروان عطيه ده يجي الاهلي. هو يعني بصراحه كده انا بتابع الدوري المصري، انما ما كنتش اتوقع ان احنا عندنا هنا كواليتي لاعب يقدر يجي في خط النص ويقعد ويحجز مكان اساسي بين السوليه وحمدي فتحي وديانج. انا بالنسبه لي الفكره دي مستحيله. انا بالنسبه لي لو انت مثلا هتقول لي في نص ملعب هيجي هيقعد واحد من الثلاثه ويلعب عليهم اساسي، اقول لك احنا هنجيبه من بره. فكره ان انا اجيب لاعب هنا من الدوري المصري، وبالنسبه لي انا مش عارف استغنى عن مروان عطيه. مروان عطيه من ساعه ما جه كل الناس كانت بتقول بيلعب 8 بيلعب 8، كولر وظفه في مركز 6 علشان كولر شاف فيه الحاجات اللي هي مناسبه جدا لمركز 6، ارتكاز بمعنى اصح. بتتكلم في لاعب بيقطع لك كل الكور، يعتبر اكتر لاعب استخلص الكوره من فريق بيراميدز 22 مره في ال 120 دقيقه. لاعب عنده رؤيه، لاعب مش اللي هو عارف انت في حاجه بتفتقدها لعيبه الاهلي بصوره كبيره في حته ان هو لما الكره بتجيله هو في كده لهوجه بتحصل للعيبه، اللي هو اتصرف ازاي، العبها ازاي. كمان مروان عطيه عنده الحته ديت، الكره بتجيله هو واحد هادي، هو عارف لما تجيلي من هنا انا هعمل ايه، بيعمل سكان قبل ما الكره بتجيله. لاعب صاحي طول الوقت، لاعب في 120 دقيقه قدم لك روح، رجوله، اداء ثابت، جرينتا، كل حاجه كنت عايزها من مروان عطيه اتقدمت لك من ساعه ما جه مروان عطيه. طبعا دوت مش تفخيم، دوت حقه بس بياخده، والفكره ان انت اللاعب ما تعليش فيه اكتر، لان هو يعتبر بالنسبه لك هو مش قدم لك حاجه. انت الاستمراريه هي اهم حاجه عند لاعب الكوره. فالفكره ان مروان عطيه من ساعه ما جه هو بيلعب بصوره كويسه جدا، لاعب يستحق الاشاده، من افضل لعيبه الاهلي بدايه من الانتقالات من ساعه ما جه الاهلي، هو من افضل اللعيبه الموجوده. فكره ان هو يلعب ويكون اساسي في معظم المباريات ديت فكره بالنسبه لنا كانت غريبه، اللي هو انا مش عارف انا لما اجيب مروان عطيه انا هعمل ايه، بس جه واثبت نفسه وبيلعب ويستحق كل الدعم وكل التحيه من لاعب يلعب لك 6 وبيلعب لك 8 وبيلعب لك 10 اوقات، بس هو مركزه الاساسي مركز 6. يعني هو دلوقتي في الاهلي مركزه مركز 6، بس اصلا ان انت ايه من كتر ما هو بيلعب من كتر ما بيتحرك انت ما تبقاش عارف هو بيلعب فين بالظبط. ثالث واحد بقى اتكلم عليه هو حمدي فتحي، وباختصار كده علشان حمدي فتحي لو اتكلمنا عليه كتير مش هنوفي الحق بتاعه دوت. باختصار حمدي فتحي الموسم دوت انا مهما شفت مع حمدي فتحي النسخه بتاعته مع موسيماني، بس مع كولر النسخه بقت غير جدا. التقدم اللي اتكلمنا عليه مرات كتير جدا عن التقدم اللي بيعمله ودخوله للعمق، حمدي فتحي بقى من اهم اللعيبه. حمدي فتحي الموسم دوت مسجل اكتر من هدف، دوت ما كناش بنشوفه. حمدي فتحي كنت دايما بتشوفه اللي هو في الكرات اللي هو العرضيه بس اللي بتتلعب، اللي هو الركنيات كنت ممكن تشوفه بيسجل، ده مع موسيماني كنت ممكن تشوفه من التصويبات بيسجل. مع كولر اضاف حاجه اضافيه، بقى بيلعب بدماغه زي ما هو بيشوف برجله، بس الحاجه الاهم والاضافيه هي حته وجوده دايما في العمق، وجوده دايما في العمق. ماتش الزمالك، ماتش بيراميدز، هو خلص لك ماتشين تقال جدا وكان حاسم في مباريات كتير جدا. حمدي فتحي اذا كان في وجوده دلوقتي في المركز اللي هو يعتبر بيلعب 8 وساعات بتلاقيه مهاجم تاني، وده من بدايه الموسم. فحمدي فتحي النسخه الحاليه من اقوى النسخ، وهو كل النسخ اللي عدت في السنين اللي فاتت مع الاهلي قويه، بس النسخه ديت بقى زادت فيها الناحيه اللي هي التهديفيه المساهمه للاهلي في الاهداف. طبعا نطلع نتكلم عن حاجات اعتقد ان في ناس هتوافقني فيها. اول حاجه وهو كولر، مع احترامي ان هو راجل عنده جوده كويسه في دماغه، العقليه بتاعته كويسه، في حاجات عايز يطبقها، في حاجات اللي هو بيحاول ان هو يعملها بصوره مستمره والوقت مش مساعفه في الحاجات ديت، مع احترامي لكل دوت. بس في حاجات تانية مع كولر، والموضوع ده من بدايه من ساعه ما جه الاهلي الموضوع ده بقى كبير. انت بتتكلم في فكره ان كولر كل مباراه ده انت مش عايز تقول عند، بس انت مش فاهم هو ليه دايما بستنى لغايه الدقيقه 70 لغايه الدقيقه 75 علشان ابدل. الموضوع دوت فعلا غريب. انت بتتكلم ان في مباراه بيراميدز ديت خلاص اللعيبه مش قادره، اللعيبه حرفيا بتاعه الاهلي خلاص. انت كهربا بقيه المباراه كهربا مش موجود، كهربا مش قادر يجري. انت بتتكلم ان بيرستاو لاعب كويس، انما الفاعليه بتاعته خلاص هو مش قادر يتحرك اكتر من كده. القندوسي كان مهم، القندوسي يقدر ان هو يشارك في المباراه ديت، يقدر يعمل حاجه. ليه القندوسي ما خدش، ليه ما شاركش في المباراه ديت؟ انت بتتكلم ان في لعيبه اتبدلت، انت كنت رايح مخلص 90 دقيقه وانت مبدل تبديل واحد بس. الشوط الاضافي الثاني، الشوط الاضافي الاولاني كان بيخلص تقريبا بدلت التبديل الثاني. هي الفكره مش ان انا ابدل وخلاص، بس الفكره عارف لو التيم قوي، لو التيم قادر ان هو يكمل، انما كان في لعيبه تعبت، تاو وكهربا اللعيبه ديت كانت تعبانه. وجود قفشه ونزوله، قفشه ما كانش هو الخيار الصواب، القندوسي كان هيفرق، القندوسي كان افوق، اكيد كان هيبقى افوق من قفشه. قفشه كان كل كوره بياخدها كان بيعطل الهجمه كالعاده، اللي هو انت الفكره انت كنت عايز تجديد دم في الفرقه، حد يقدر ان هو يقود الهجمه. القندوسي كان يعملها بشكل كويس، نزول شريف، نزول شادي حسين، اللعيبه ديت كانت هتفوق الفرقه بصوره اكبر من اللي انت شفته. تطلع بقى على حته ثانيه وهو شناوي واحد وشناوي اثنين. هتكلم على شناوي واحد اللي هو الشناوي بتاعنا، وبعد كده اتكلم على شناوي 2 اللي هو شناوي بيراميدز. فكره معايا في شناوي واحد، يا شناوي معظم الكور يا جماعه، الجون اللي هو الاولاني اللي هو بتاع بيراميدز
جون دوت الكوره نطت في العارضه، الشناوي زي ما هو الكوره ديت لو ما كانتش نطت ورجعت الواد اللي هو حطها بدماغه اللي هو الكارتي، الكوره برده كانت هتخش جون. نفس كل مره الشناوي ما عندوش حته ان هو التراي المناسب او ما بقتش موجوده. ماتش بيراميدز بتاع الكاس بتاع كينو الشناوي بيتفرج على الكوره، ماتش الزمالك بتاع شيكابالا ماشي الكوره ديت هنعديها ماشي مفيش مشكله، هتعدي الكوره ديت مش هتتكلم عليها، هتقول صعبه وكل حاجه. ماتش اللي هو بتاع سان داونز اللي هو الاخير، ماتش الوفاق ستيف هناك الجول الثاني اللي اتشاط علينا من بتاع نص الملعب، ماتش الفريق بتاع الوداد ظهير المترجي، انت بتتكلم في كميه اهداف بتتشاط على الشناوي هو واقف بيتفرج عليها زينا زيه. الموضوع عمال يتصاعد، بقيت في اكبر. الاول لو تفتكر كده ساعه زيزو في ماتش نهايه القرن قال لك ايه بعد المباراه؟ قال لك احنا ما عندناش اللي هو على التصويبه اللي هو سددها، قال لك احنا ما عندناش اللي هو الاريحيه ان انا اشوط على الشناوي، احنا نازلينه عارفين ان ما تشوتش على الشناوي كتير. انت دلوقتي بقى اي حد عايز يهدد مرمى الاهلي بيشوط على الشناوي. الشناوي يعني في كده كوميك شفته اللي هو بعد المباراه بيقول لك كل لعيبه الاهلي صدت الا الشناوي. هي الفكره ان هو انت الكورتين اللي هم اتشالوا من على الخط، الكورتين الشناوي نزل فيهم متاخر، الشناوي التراي بتاعه كان متاخر، الكره كانت هتخش جول. انت الشناوي بسبب ان هو مش مركز في قوي، مش مركز ان هو يعرف ان هو يعمل المحاوله على الكوره، كان هيلبسك جونين. طبعا مع ان اللعيبه ديت تمركزاتها في الاوقات ديت المفروض ما تبقاش فاضيه كده، بس انا بتكلم ان الشناوي ومش اول مره، مش اول مره الشناوي اللي نقزه في المباراه ديت هي الناس اللي كانت واقفه على الخط بتصد، اذا كان معلول، اذا كان حمدي فتحي، اذا كان حسين الشحات. انت بتتكلم في هدفين كانوا ممكن يخلصوا عليك. الناحيه الثانيه الشناوي 2، انا بصراحه انا مش عارف هو بيلعب مع بيراميدز ولا بيلعب معانا. في ماتش ال 3-0 بتاع الدوري يعني هو يعتبر يسال عن هدفين، هدف اللي هو الثلاثيه الاولاني وهدف الثلاثيه الثاني، بس الاولاني اكتر. في ماتش بيراميدز بتاع اللي هو بتاع الكاس ده هو الهدفين يسال عليهم. الشناوي بيخرج في توقيتات غريبه جدا، انت مش فاهم اصلا هو خارج ليه. يعني انا كنت في الاستاد، انا شايفه هو خارج في الكره اللي هي تحديدا الكره الثانيه بتاعت الجون بتاع حمدي فتحي، انا وهو خارج انا بنسبه 90% عارف ان حمدي هو اللي هيحطها والشناوي مش عارف يعمل حاجه. في كره الركنيه هو خرج ورجع، عارف اللي هو ايكار كاسياس في نهائي دوري الابطال 2014 لما خرج ورجع، هي كانت زيها بالظبط، فما فهمتش هو خرج ليه. برضه في حاجه بقى عايز اتكلم عليها وعايز الناس تركز فيها، الاهلي فاز على الهلال السوداني 3-0، الاهلي فاز على فريق بيراميدز 2-1. الفكره ان الجمهور كان حاضر في المباراه ديت وحاضر باعداد كبيره في المباراتين دولت. الفكره معايا ان الاهلي ما يطمنكش، وركز معايا، الاهلي ما يطمنكش في المباريات اللي هتبقى بره. الاهلي بقى بيستمد، طبعا عارفين وجود الجمهور مهم جدا، بس الاهلي قوته كلها بقت في الجمهور. الاهلي في ماتش الهلال دوت اللي خلاه يسجل الثلاث اهداف الجمهور. حتى انت مدرب الهلال قال لك احنا اللعيبه بتاعتنا خافت من الجمهور فما عرفتش انها تسيطر على بقيه المباراه. يعني انت بترعب الخصم وبتدي دفعه على لعيبتك. في مباراه بيراميدز اللي رجع الاهلي هو الجمهور، اللي رجع الاهلي تاني هو الجمهور. فانت كده هتعمل ايه في مباريات بره؟ في المباريات اللي هي هتكون في دوري الابطال، في ماتش الرجاء هناك، ده ماتش الرجاء، ماتش الترجي فيما بعد لو قابلنا الترجي، ماتش النهائي الوداد وسان داونز لو ربنا كرم ورحنا للمرحله ديت، انت بتتكلم ان انت هتحط تحت ضغط، والفرقه بتاع الثانيه هتكون اضعاف قوه بسبب الجمهور اللي عندها. طيب الاهلي لو ما كانش موجود الجمهور في مباراه بيراميدز اللي فاتت ديت، لو ما كانش في جمهور، انا بنسبه 90% بنسبه 70% اقول لك ان الاهلي كان ممكن يخسر مباراه بيراميدز. مباراه الهلال السوداني اللي كسبناها 3-0 انا بنسبه مثلا 60 70% اقول لك الاهلي كان هيكسب 1-0 بالعافيه، ما كانش هيسجل الثلاثه. وجود الجمهور امر مهم، بس الاهلي ما يطمنش قوي. الاهلي عنده هفوات دفاعيه كبيره. الاهلي في مباراه بيراميدز دي كان فيها هفوات دفاعيه، في مباراه الهلال السوداني كان فيها هفوات دفاعيه. الاهلي لسه عنده مشاكل، لسه انت في مباراه الهلال ضيعت كذا كوره هجوميا، في مباراه بيراميدز ضيعت كذا كوره هجوميا. الكلام دوت في المباريات الجايه مش هينفع يحصل. ماتش الرجاء ان شاء الله لو صعدنا ماتش نص النهائي، الكلام ده انت في مباريات تخلص بفرصه، فمش هينفع الكلام دوت تماما. وجود جمهور الاهلي امر مهم جدا للاهلي، بس في مباريات الجمهور مش هيبقى موجود معاك، الجمهور مش هيدعمك، فهتظهر شخصيه الاهلي، هتظهر روح الاهلي ولا مش هتظهر؟ هتظهر ان انتوا لعيبه قد اللي هو التيشيرت اللي انتوا لابسينه، لعيبه لما تروح تلعب بره هترجع بالفوز والانتصار، هي ده اهم حاجه. وفي النهايه بقى اللي عايز اقوله لكولر ان احنا مش طالبين منه حاجات كتير غير بس ان هو يكسب لنا ماتش الرجاء الجاي ويصعد لدور نص النهائي في دوري ابطال افريقيا، وبعد كده يروح كسبان ماتش الماتشات بتاعت الدوري هنا اذا كان ماتش فاركو الجاي او اللي بعديه، وبعد كده يروح كسبان الماتش بتاع الزمالك وياخد لنا السوبر، فبحيث كده ان هو يكون خد السوبر الاولاني وخد السوبر الثاني الاثنين من الزمالك، خد الكاس من بيراميدز في نص نهائي دوري الابطال، وان شاء الله نكمل وناخد البطوله ونروح كاس العالم، وباذن الله الدوري محسوم. هو ده اللي احنا طالبينه من كولر، احنا مش طالبين حاجات كتير يعني يعتبر هم 5-6 بطولات بس اللي بننافس عليهم الموسم دوت، ويعني والنسخه بقى الجايه من كاس العالم ان شاء الله نكون باصين لها كده ان احنا برضو نروح ناخدها يعني، او على الاقل نعدي مرحله البرونزيه. بس انا اعتقد دي طلبات عاديه ودي طلبات جمهور الاهلي، ان شاء الله كولر يكون قدها.
في النهايه الاهلي بطل لكاس مصر اخيرا الحمد لله. ركز بقى، خلاص صفحه واتقفلت، هنركز في اللي جاي. لو انت بقى وصلت لغايه هنا ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وتقول لي يعني اللي هو فرحتك، تقول لي اي حاجه عن الماتش عايز تقولها تحت في الكومنتات، وهتلاقي لينك البيج بتاعه الفيسبوك تحت في الديسكربشن. روح اعمل فولو هناك عشان هناك التفاعل بيكون اسرع وبنتواصل بصوره مستمره. وفي النهايه كالعاده ما تنساش السلام.